اعملي رغوة النسكافيه بالطريقة دي بجد حلوة جدًا وسريعة، ما بتاخدش غير دقيقة دقيقتين بالكتير أوي، من غير مضرب كهربا، من غير مضرب البطارية، مش هتحتاجي الحاجات دي نهائي. جبت طبق وحطيت فيه معلقة من السكر، عليه كمية بسيطة من نسكافيه جولد أو أي نوع نسكافيه عندِك، وبعد كده هابتدي أحط عليه معلقتين من المَيّة زي ما هتشوفي دلوقتي. بجد الفكرة دي حلوة جدًا وسريعة زي ما قُلت لِك، ما بتاخدش دقيقة دقيقتين بالكتير أوي، مضرب كهربا من غير أي حاجة. حطيت معلقتين من المَيّة وبعد كده ابتديت تجيب المصفى، أيوه المصفى دي، وتبتدي إن أنتِ تعملي حركات دائرية كده بسرعة، يعني إن أنتِ إيه، تعملي رغوة سريعة. هتبتدي إن أنتِ كده تفركي النسكافيه كويس جدًا مع السكر والمَيّة وتقلبي، تقلبي، تقلبي، وهاوريكِ حركة دلوقتي كمان بتخلّيه أسرع كمان إنه يتعمل معاكِ الرغوة، من غير ما تقعدي تخبطي كده في الكوباية بالمعلقة، من غير ما تعمليه في إزازة. الحركات دي كلها بجد الفكرة دي أحسن بكتير. هاوريكِ دلوقتي حركة زي ما قُلت لِك، هتداني تلِف تلِف كده لغاية ما بدأ يعمل معايا أهو. دي تاني خطوة، وبعد كده تالت خطوة خلاص بقى جاهز معايا وهاوريكِ شكله دلوقتي. هتميلي الطبق كده زي ما هاوريكِ دلوقتي كده، وهتبتدي إن أنتِ تعملي كده من الجنب عشان تجمّعي الكمية. ابتديت إن أنا ألِف أهو، باوريكِ كمان إنه كمان اللون بيفتح أكتر وأكتر كل ما بتقلبي. خلاص آخر مرحلة، وبُصي شكله بجد حلو جدًا.